أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم الألمانية. النهاردة هنتعلم الأسئلة بتاعة الانترفيو أو اللي هي المقابلة للعمل. طبيعي إن أنت لما بتقدم في وظيفة ويدعوك للعمل بيسألوك أسئلة. هنا في ألمانيا الموضوع معقد شوية، الأسئلة كتيرة، بس هي معروفة إيه اللي بيتسأل وإزاي يترد عليه. عشان كده أنا جمعت لكم أكتر أسئلة بتتجاب في المقابلة، او بتتسأل في المقابله، واشرح لكم الاسئله دي هم عايزين يعرفوا منها ايه. آه، لان انا عن طريق دراستي هنا في المانيا وشغلي اتعرضت للمواقف دي كتير، فعايز افيدكم برضك. آه، آه، بالظبط. طيب، هنا اول حاجه، اول سؤال: können Sie uns nicht ein bisschen über sich erzählen؟ هنا عايز يعرف هو انت مين بالظبط. قول حاجه عن نفسك. هتقول طبعا الاسم، وهتقول إيه اللي انت عملته، الحاجات اللي هي المميزة فيك. بدون مثلا انا خبير كمبيوتر، خبير انترنت، خبير برمجة، الحاجات المميزة، او قول اللي انت عايز تقوله عن نفسك. السؤال التاني: in welchen Bereichen sehen Sie Ihre Stärken؟ هنا عايز يعرف هنا الحاجات القوية اللي فيك، او فين القوة بتاعتك. يعني انت مثلا هتقول انا بعرف اكتب بسرعة، بعرف اقرا بسرعة، آم، عندي قوة في التكلم، او قوة في البرمجة، او قوة في التيم وورك. الحاجات دي كلها ممكن تقولها في الموضوع ده، بس هو في الأغلبية بيبقى عايز يعرف 3 ماكسيموم. السؤال الثالث: was sind ihr Schwächen؟ هنا Schwächen بلغال، عشان كده هو عايز يعرف 2 أو 3، مش واحدة بس. يعني انت تحاول قبل ما تروح الفروشيلونجسكشفري تبقى عارف 3، أو مظبط إن أنت عارف 3 من اللي هي الضعفات اللي بتبقى عندك. تمام. الشفيخن heißt ضعفات، أو الحاجات اللي هي مش مميزات، العيوب. شتاكن المميزات، وشفيخن اللي هي العيوب. تمام. 3 هنا و3 هنا لازم تبقى عارفهم. آه، السؤال ده بيبقى للناس اللي هي في مناصب، او اللي هي هتبقى ممكن توصل لمناصب عالية. فهو بيسألك هنا، بيقول لك wo sehen Sie sich selbst in 5 Jahren؟ يعني انت هتبقى فين بعد 5 سنين. يعني انت مثلا لو قلت انا عايز ابقى في المكان بتاعك، يبقى انت تاخد الوظيفة بتاعته بعد 5 سنين. انت بتقول له في السؤال ده ان انت عايز عندك طموح، بس مش هتاخد الوظيفة بتاعته، فاهمني؟ يعني ما تعرفوش ان هو في خطر او كده. آه، فهنا بتشرح له مثلا انت طموحك بيبقى فين، وعايز تعمل ايه في الوقت القادم. تمام. السؤال الخامس: Wie reagieren Sie auf Kritik؟ ده سؤال مهم جدا، لأن في كل شغل بيبقى فيه كريتيك. كريتيك اللي هو نقد. يعني انت مثلا ما تعمل حاجة وبعد كده يقول لك لا انت عملتها وحش، او انت عملتها مش كويس، او ممكن تعملها احسن. فهنا عايز يعرف انت بتتعامل ازاي مع الكريتيك. هل بتاخد النقد ده وبتتعلم منه، ولا بترفضه نهائيا، ولا بتزعل، ولا بتتخانق، ولا بتعمل ايه بالظبط؟ سوري. فهنا في الكريتيك ده لازم انت آه، تقول مثلا ان انت بتاخد النقد وتتعلم منه، وتصلح من نفسك، تحاول في المستقبل ما تكررش الخطأ مرة تانية. السؤال السادس: Was wäre für Sie die ideale Situation am Arbeitsplatz؟ هنا هو عايز يعرف بطريقة مش مباشرة، هل انت بتحب تشتغل لوحدك، ولا بتحب تشتغل مع فريق عمل؟ هل آه، بتحب تشتغل وقت طويل، وقت قصير؟ آه، آه، المكان اللي بتشتغل فيه عايز يبقى شكله ايه بالظبط؟ فهو هنا بيديك السؤال ده عشان يعرف انت دماغك فيها ايه، ايه طريقة ايه المكان المحبب ليك للعمل. هل لازم تبقى مثلا موجود ليك المكتب بتاعك مخصوص؟ لازم المكان بتاعك يبقى نظيف؟ لازم المكان بتاعك يبقى متبهدل؟ ما بيهمكش؟ بيهمك؟ الحاجات دي كلها عايز يعرفها.
السؤال السابع: Warum sind Sie genau der Richtige für den Job؟ هنا ده السؤال اللي بيديك الوظيفة، ده أهم سؤال في الموضوع ده كله. السؤال ده لو جاوبت عليه صح بتبقى ضمنت الوظيفة. Warum sind Sie genau Sie der Richtige für den Job؟ هنا معنى السؤال ايه؟ معنى ليه اختارك انت وما اختارش حد تاني؟ يعني ليه اختارك انت للوظيفة وما اخدش حد تاني؟ هنا انت بتقول له بقى المميزات اللي انت فيك واللي انت هتعمله في الشغل. يعني انت هتحارب عشان تبقى ناجح في الوظيفة دي. انت بتعرف كمبيوتر كويس او بتعرف تعمل عيش كويس، ولا على حسب الوظيفة اللي انت رايح لها. يعني انت لو رايح تشتغل في مطعم، هتقول له مثلا انا عندي خبرة في المجال ده، اشتغلت فيه 4 سنين، بعرف اعمل كوكتيل، بعرف اعمل اكل، بعرف اعمل اقدم للناس. الحاجات دي كلها مهمة جدا. فهنا بتقولها له، دي اللي بتفرقك عن الناس التانية اللي بتقدم للوظيفة، لان انت مثلا عندك خبرة، عندك جرأة. الحاجات دي كلها بتقولها له. انا هضطر افصل هنا واعمل فيديو تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل، عشان يوتيوب ما بيرضاش يرفع الفيديوهات الطويلة عندي. فاتمنى ان انتوا لو الفيديو عجبكم تدوسوا على عجبني، ولو عندكم موضوعات تانية تقولوا لي. احنا هنكمل باقي الأسئلة في الفيديو الجاي. مع السلامة.